هل الروماتويد المفصلي ممكن يجي للاطفال؟ طبعا ممكن يجي للاطفال وبيبقى عنيف جدا واجريسيف عن ما بيجي للكبار. عشان كده الام اللي ابنها يجي سخونيه او ورم بالمفاصل او طفح جلدي وراشز موجوده في جسمه، لازم غير دكتور الاطفال تكشف عند دكتور روماتيزم، علشان لو في اي مرض روماتيزمي يكتشف مبكرا للاطفال. احنا الطفل اللي اتشخص روماتويد وفي حاله نشاط مفصلي بنبتدي نتجه للعلاج، بس النشاط ممكن ما يهداش. هعمل ايه انا للطفل ده عشان اتجنب تشوه المفاصل اللي عنده؟ الطفل بيبتدي ياخد الادويه المضاده للمناعه عشان تهدي مرض الروماتويد عنده، لكن في خلال الفتره عبال ما يهدى ده انا بشتغل مع الطفل برنامج علاج طبيعي وتاهيل علشان ما يحصلش تشوه للمفاصل، واحمي المفاصل انها بعد ما يهدى المرض يبقى الطفل ده مش قادر يمشي او يمارس حياته الطبيعيه زيه زي اي طفل. الام ساعات بتسال طب المرض ده جاله من ايه وايه السبب؟ طبعا هو ملهوش سبب معين، ممكن سبب جيني وده مش اكيد، وممكن برضو سبب تغذيه الطفل في فتره الرضاعه. بيدخلوا ممكن الطفل الام او بعض الاجداد بيدخلوا بعض الاكلات اللي هي بتبتدي تاثر على المناعه بشكل مباشر ويبتدي يظهر له امراض مناعيه في سن صغير. الامراض المناعيه عند الاطفال ممكن تظهر في سن صغير 3 4 سنين، وممكن تظهر في 8 سنين او في 10 او في 11 سنه او السن اللي هو بتاع سن المراهقه ده تبتدي تظهر عنده الامراض المناعيه. الاب والام بيبقوا قلقانين جدا، هل العلاج ده هيفضل لفتره طويله ولا هيستمر عليه والوضع هيبقى ايه؟ طبعا كل ما نبتدي بدري بالعلاج كل ما يبقى افضل، وبنحافظ على المفاصل، وممكن الطفل ده يبقى طبيعي جدا ويمارس رياضه كمان.